فالآن أنا كصحفي إذا لم أواكب الذكاء الاصطناعي واستخدمه حيستغنى عنك، قد يزيف الحقائق. ولكن في نفس الوقت الذكاء الاصطناعي يكتشف لك التزييف. الآن بالاعتماد على القوالب الذكاء الاصطناعي تؤلف كتاب في 3 شهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مرايا إعلامية. الحقيقة مرايا إعلامية هو برنامج جديد نطلقه لأول مرة، نستعرض فيه تجارب الإعلاميين ونناقش فيه قضايا الإعلام والإعلاميين. حقيقة يسعدني أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة، ضيف مميز إعلامي قدير له باع طويل في مجال الإعلام، سعادة الدكتور علي الحازمي. أهلا وسهلا سعادة الدكتور علي. حياك الله دكتور أحمد. شرفتنا طال عمرك، ونحن سعيدين. نحن اللي لنا الشرف. الله يبارك فيك. الحقيقة دكتور علي، نحن دائما في بداية أي حلقة، طبعا أنت يعني علم من أعلام الإعلام، صحفي ومحرر، ولكن لو سألتك من هو الدكتور علي الحازمي بماذا تعرف بنفسك؟ الله يعطيك العافية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوك علي الحازمي إنسان بسيط متواضع. أول بداية كانت لي مع صحيفة المدينة في القسم الاقتصادي الورقية. نعم. كنت كاتب عمود، وفي نفس الوقت يعني كان لي تعليقات عن الأمور الاقتصادية، عن أسواق المال. نعم. وانقطعت فترة لظروف عملي، انتقلت إلى المنطقة الشرقية، وكانت هناك يعني لدي بعض الظروف. نعم. فانقطعت وعدت مرة أخرى إلى الصحافة لصحيفة مال، وكتبت في صحيفة مال، وأعلق في العديد من الصحف عن الأمور الثقافية وعن الاقتصاد وعن الإدارة بما يخص تخصصي. طبعا أنا أحد المهتمين في الاقتصاد الدولي، هي بدايتي، والتخطيط الاستراتيجي وتنمية القدرات البشرية. ما شاء الله. فهذه من أحد اهتماماتي، وبمشيئة الله أن نقدم شيئا يعني لوطننا الغالي. الله يبارك فيك، الله يرفع قدرك. لا أخفي عليك، يعني تفرغت للمجال العلمي ما يقارب 18 سنة، فقضيتها في الدراسات والأبحاث لكي أستغي ولكي يعني ألبي فضولي العلمي وطموحاتي، ولكي يعني أختصر المسافات، لأن البحث العلمي والدراسات تختصر لك المسافات إذا أردت أن تستغي العلم والمعرفة. نعم، ممتاز. حقيقة يعني مسيرة حافلة، ونحن سعداء الحقيقة باستضافتك في هذه الحلقة.